تعالوا اقول لكم، لو انتوا جبتوا لحمه حمرا تماما من الجزار تنفع لكباب حله وبس، لا نقدر كمان نسلقها. ازاي؟ الطريقه دي حلوه جدا، ودايما بسلق بيها اللحمه، بتطلع لي شوربه دسمه جدا، وطعم اللحمه بيفرق. وعايزه اقول لكم لو هي قطعيه كبيره بتستوي بسرعه. بقطع بصله جوانح وقرن شطه ولورو حبهان ومستكه، وعندي حته سمين او دهن في التلاجة، بيبقى عندي كده من الذبيح بتاع اللحمه بتاع العيد، او حتى مثلا انا جبت لحمه وطلع فيها حته مثلا سمينه، بركنها في التلاجة وبسيحها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، مع الخضار اللي انا حطيته، البصل والفلفل وبهاراتي، مستكه وحبهان ورقه لورو. جميل. وبنزل بقى باللحمه بتاعتي اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده حمرا تماما، وهخليها بقى تاخد صدمه مع الكلام دوت، وهغطيها وههدي النار تماما، وهسيبها مع نفسها كده تستوي على البخار. ببقى حاطه الناحيه التانية براد او كاتل ميه بتغلي. جميل. عايزه اقول لكم بتفرق في طعم اللحمه، بتستوي اسرع. نسيت اقول لكم انا بحط فص ثوم برضو، بيخلي طعم الشوربه حلو جدا، وبيسرع من تسويه اللحمه، بيخليها بقى جوسي، واللحمه نفسها بتبقى كده متطعمه من طعم السمين، فمش بيبقى باين من فيها الريحه، بس بيبقى الطعم حلو جدا. هنا بقى هحط الميه المغليه، وزي ما انتوا شايفين بصوا الدسم. هنا بقى لما استوت بصوا بقى الشوربه، تقدروا تاكلوا احلى شوربه في حياتكم، تقدروا تطبخوا بيها اي نوع خضار حابينه، تقدروا تشربوها كده لو حابين. طعم اللحمه حلو جدا. طبعا لو انت حابه تكمليها كباب حله بتسويها على نار هاديه بتستوي معاكي.